متابعين قناة كورتنا. متنساش اللايك، متنساش الشير، متنساش الاشتراك عشان يوصل لك كل جديد بنبثه وبنحاول ان احنا نوصله ليكم. حدث جلل حصل امبارح في الدوري المصري، حصل بعد مشاحنات واسبوع من الشد والجذب ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، واعلام نادي الزمالك واعلام النادي الاهلي بسبب التحكيم والاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتش الاهلي وبيراميدز. والناس نسيت ان الحكم في الاول وفي الاخر بشر، ممكن يخطأ. هو مش آلة. احنا بنحاول نساعده بفكرة الفار عشان يرجع ويشوف الاخطاء اللي بيقع فيها في الماتش. حصل هجوم شديد على النادي الاهلي بعد ماتش الاهلي وبيراميدز بسبب كام كورة حصلت في الماتش. كلكم اتفرجتوا عليه، كلكم شفتوا اللي حصل فيه، تختلف او تتفق، انما حصل هجوم شديد جدا من لعيبه نادي الزمالك القدامى والمحبين لنادي الزمالك على القنوات الفضائيه وعلى السوشيال ميديا بسبب اللي حصل. من وجهه نظرهم هم ان اللي حصل ده كله اتعمل عشان النادي الاهلي يكسب. سبحان مغير الاحوال، الايام سريعه، لقينا ماتش الزمالك وبيراميدز. انا بحكم شغلي فلازم اقعد اتفرج على الماتش ده. فتابعت الماتش من اوله لاخره. فضيحه تحكيميه حاصله في اول الماتش، فضيحه تحكيميه. الونش فاكر نفسه ان هو بيعوم في حمام السباحه، بيجيب الكوره من فوق بايديه. طبعا بالنسبه للزملكاويه دي عادي خالص، دي مش ضربه جزاء يا جماعه، دي مجرد يعني ايه، اصل هو مش قصده. هتلاقي بقى ايه مبررات كتير، اصل هو مش قصده، لا دي ما كبرتش جسمه، دلالات تافهه مفيش حد عاقل يعني يقتنع بيها. كرة واضحه وضوح الشمس للحكم على ال18 وللفار. الحكم كان واقف قدام الكوره، يعني الكوره بتتلعب والونش هو بيطلعها بايده، بلاش نقول بيطلعها بايده، جت في ايده. القانون واضح، القانون واضح، انا ماليش علاقه قصدك مش قصدك، الكوره انت ايدك كبرت حجم جسمك، الونش جايب الكوره من فوق، قصد من غير قصد ضربه جزاء. انا عايز يعني، احنا كنا من كام يوم كان في حد بدون ذكر اسماء عشان ده اصلا شخصيه ملونه، تفهمش ده ملته ايه، تمام. كان طالع من كام يوم بعد ماتش الاهلي وبيراميدز يقول لك الاهلي او الدوري موجه للنادي الاهلي. هو بيشجع بيراميدز وبيشجع الزمالك، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه في منتهى الجمال. اللي بيدينا اكتر انا بشجعه، تمام. قال ان الدوري موجه باللفظ كده، ولو عايزين تدوا الدوري للنادي الاهلي من دلوقتي ادوهوله. امبارح طلع مع ابراهيم فايق برضه قال لك في بيتها هزيمه، في بيتها. ما صحيح، ما هو طول ما نادي الزمالك فيه اللي زيك، طول ما نادي الزمالك فيه اللي زيك عمر ما هتقوم له قومه. عشان نبقى واضحه، عشان نبقى واضحين للكل، طول ما نادي الزمالك فيه اللي شبهك عمر نادي الزمالك ما هتقوم له قومه. المتلونين اللي ما تفهمش هم انتمائهم ايه، انا شويه كده وشويه كده، انا ما عنديش مشكله ان انا اتغلب من بيراميدز، عادي خالص. انما مشكلتي كلها النادي الاهلي، مشكلتي كلها نجاح النادي الاهلي، مشكلتي كلها ان انا هاجم النادي الاهلي. هو ده عملي في الدنيا. انا مش عايز اذكر اسمه عشان يعني المفروض انا اكبر من كده، شخصيه
يعني الله يسهل لها. اكيد كلكم عارفين ومتابعين السوشيال ميديا ومتابعين ابراهيم فايق، فالدنيا بالنسبه لكم برضو مش خفيه يعني. فالشخص ده فضل مصمم، وكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم ده شطفه. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ خده غسيل ومكوى، عمل معاه الصح الصراحه. الدلالات والبراهين اللي هم بيحاولوا يقدموها ويغسلوا بيها يعني العقل بتاع جمهور نادي الزمالك، يعني اقول ايه، بس دلالات تافهه، دلالات تافهه. والمشكله ان في ناس كتير بتمشي وراهم من الجيل اللي طالع، اللي لسه ما شافش ولا عرف كوره ولا سمع عن النادي الاهلي. هو بيسمع تعصب بس، هو بيبلع وبيشرب تعصب بس. والبلد مش ناقصه يعني احنا شايفين اللي احنا فيه يعني، فمش ناقصين تعصب اهلي وزمالك. لا احنا عادي بالنسبه لنا. يطلع على بالذات يعني انت عارف لو قناته الخاصه بالنسبه للفيس يعني الحاجات السوشيال ميديا او الماشي، انما ده وبيجيبوه يعني ما كفاهمش اللي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز، وتيجي تقول له انت طب ده الاهلي وبيراميدز، انت ايه اللي دخل الزمالك في الموضوع؟ يقول لك انا طرف، يقول لك انا طرف في المشكله يعني. ازاي انت طرف؟ انا مش فاهم. اجي انا بقى مثلا النهارده انا بتكلم عن نادي الزمالك، هلاقي اللي يقول لي انت مالك، انت راجل اهلاوي. ما هو طبيعي يا جماعه. ما هو انا ايه اللي يخليني اطلع اتكلم على الاهلي، على الزمالك وبيراميدز؟ المفروض ان انا راجل اهلاوي، انا بحلل وبطلع كل اخبار النادي الاهلي بس. ده الطبيعي، الطبيعي. انما اللي احنا فيه كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها، كل واحد عايز يقدم حاجه يلا قول. لا هي المفروض مش كده. اما يطلع واحد زي ده، وبعدين مش هو بس بقى، في لعيبه اسامي في نادي الزمالك، لعيبه قدامى في نادي الزمالك، اسامي المفروض ان الواحد كان بيقول عليها ناس بتفهم وناس عاقله، وبالذات لما كانوا ماسكين برامج في التلفزيون. اما كانوا بيطلعوا على الشاشات بالنسبه للتلفزيون كانوا بيطلعوا بيقولوا كلام كويس وعقلاني والناس تفهمه، فكانت الناس بتحترمك. اما بعد عن الشاشه، بقت العمليه بالنسبه له انا عايز اهاجم الاهلي برضه. يا جماعه والله العظيم، والله والله وانا بخاطب جمهور نادي الزمالك اللي بيفهم. 90% من جمهور نادي الزمالك بيفهم، في 10% كده تحس ان يعني عقلهم مش عايزين يشغلوا دماغهم خالص، هم ماشيين ورا اللي بيتقال بس. انا عمال اعلق في شماعات، انا عمال اعلق في نجاح النادي الاهلي، اصل انت معاك فلوس، اصل انت بتعرف تجيب صفقات، اصل انت لو تديني اللعيبه اللي عندك انا هعمل، اصل انت لو الحكام لو ما بيدوكش ضربات جزاء هتخسر. اصلا نصيحه لوجه الله، المفروض انا المفروض ما انصحكش، يعني انا كنادي خصم بشجع النادي الاهلي المفروض ما انصحكش، بس نصيحه لوجه الله، ركز في شغلك انت، ركز في ناديك، خلي نصيحتك لناديك بدل ما انت بتطلع تهاجم بس النادي الاهلي. انا ما بشوفش كلمه لوجه الله كده الناس دي بتطلع تقولها حل لمشكله نادي الزمالك. حل نادي الزمالك نادي كبير وقلعه رياضيه كبيره جدا في مصر والوطن العربي وافريقيا، مفيش حد يختلف على كده خلاص، وطلع نجوم بعدد شعر راسنا. انا كراجل اهلاوي انا بقول لك حاجه زي كده، نادي الزمالك نادي كبير جدا، بس الفكره ان انت كل حاجه انت معلقها على شماعه النادي الاهلي. النادي الاهلي اصل هو بيكسب بالحكام، اصل هو عنده فلوس كتير، اصل هو اتحاد الكره عايز يديله الدوري، اصل الدوري موجه. هو ده النادي الزمالك بيعمله. انما ان انت تطلع نصيحه لوجه الله اذا كنت صحفي زملكاوي او لعيب كره سابق في نادي الزمالك او محب لنادي الزمالك تحل بيها مشكله نادي الزمالك، لا مفيش. كل مشاكلك مع النادي الاهلي، كل مشاكلك النادي الاهلي بيكسب بس. اما يطلع الصحفي بدون ذكر اسماء يعني عشان دي مش شخصيات، يقول لك اصل هو في بيتها المكسب، احنا خسرنا من البيراميدز فالعمليه في بيتها. ما هو صحيح، ما هي في بيتها، ما انت هتفضل طول ما انت واللي شبهك منتمين لنادي الزمالك وبيلف حوالين نادي الزمالك هتبقى العمليه في بيتها، هتفضلوا تخسروا، مش هتشوفوا بطولات.
هتشوفوا بطوله كل سنتين ثلاثه كده تفاريح. مكسب يعني هزيمه 3-0. وبيراميدز معلش، احنا بيراميدز في ماتشنا واخد اللعيبه كذا لعيب، واخد كذا انذار. يعني احمد توفيق الطرد مع السلامه، احمد الشناوي انذار في الزحمه اللي حصلت والزعيق مع السلامه. مين تاني عايز تعد؟ مين تاني؟ ده كان بيلعبك بالاحتياطي اللي نزلهم في ماتشنا. يعني هتكسبوه امتى؟ هتكسبوه امتى؟ وفضيحه تحكيميه في اول الماتش كده، الونش بيطير. هتكسبوا نادي الزمالك امتى؟ هتكسبوا نادي بيراميدز امتى؟ يا جماعه الماتش امبارح اصلا، انت بقى لو هتبص للتحكيم زي ما انت بتطلع تقول ان الدوري موجه للنادي الاهلي وفتح لي صدرك، انت الماتش بتاع امبارح كان الحكم نازل ان هو يديكم انتوا الماتش. مش هنضحك على نفسينا، باينه قوي باينه قوي. فاولات ملهاش 30 لازمه، اللعيب يقع يصوت ياخد فاول، باينه قوي. وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش طبعا الشوط الاول طلع 0-0، انتوا ما عرفتوش تعملوا حاجه. استحواذ لبيراميدز والدنيا. بيراميدز جاب الثلاث اجوان جايبهم في 10 دقايق. انت متخيل؟ انت متخيل بيراميدز جايب 3 اجوان في 10 دقايق، تبديلات وتعديلات في الملعب، جاب 3 اجوان، ولعيبه الزمالك بتتفرج عليه. هيفضلوا يا جماعه؟ ما احنا انا المفروض انا ما اقولش نصيحه، يعني انا كراجل اهلاوي انا المفروض ما اتكلمش. المفروض انا اصلا ما اطلعش اتكلم واحلل ماتش نادي الزمالك وبيراميدز، الاثنين يعني منافسين ليا، المفروض انا ما اتكلمش عليهم. بس لما اما هرجع اقولها تاني، لما اقول لك في ماتشنا، في ماتش الاهلي وبيراميدز، المفروض انت ما تخشش تتكلم تقول لي لا انا طرف في الماتش او انا طرف في القضيه. انت طرف ليه؟ ده ماتش اهلي وبيراميدز. المفروض بيراميدز هو اللي يطلع لو متضرر من التحكيم يطلع يشتكي، الاهلي متضرر من التحكيم يطلع يشتكي، عشان هم طرفين اللقاء. احنا خدنا كميه هجوم من بعد ماتش الاهلي وبيراميدز ما يعلم بيها الا ربنا، ما يعلم بيها الا ربنا. تيجي تدور، تيجي انت بقى تطلع تتكلم او تهاجم نادي الزمالك، يقول لك طب انت كنت طرف امبارح في ماتش الزمالك وبيراميدز. لا يا باشا، ما تتحسبش كده. زي ما انت حسبتها ان انا وانا بلعب قدام بيراميدز انت طرف متضرر من الاحداث اللي حصلت في ماتشنا، ده بيراميدز ذات نفسه ما طلعش يشتكى من اللي حصل. يعني ما شفتش بيراميدز طلع بيان قال لك انا الحكم فلان الفلاني ظلمني في الكره الفلانيه وطرد فلان. لا مش ما شفتش الكلام ده. زمالك بس كميه غل وكميه كره للنادي الاهلي غريبه، حاجه عليها 500 علامه استفهام. لو هم يحولوا الكره اللي بيكرهوه لينا ده حب للنادي ويشتغلوا لنفسهم يبقوا في حته تانية، انما هم مش عايزين يعملوا كده. طول ما هم بيفكروا فينا انا مطمن، ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكلنا حاطين في بطننا بطيخه صيف، عشان هم مش شاغلين بالهم بينا، هم مش شاغلين بالهم بنفسهم. طول ما هو شاغل باله بيك اعرف ان هو مش هيوصل لحاجه، يعرف ان هو ولا هيجيب صفقات ولا هيجيب فلوس ولا هيعرف يعمل استثمار للنادي ولا هيبني استاد ولا مفيش منه الكلام ده، ولا هياخد بطوله ولا هيعرف يخش دوري ابطال افريقيا اللي هو بقاله كام سنه مش عارف يخشه اصلا. دي مصيبه، دي مصيبه، دي مصيبه. نادي الزمالك المفروض هم بيقولوا كده اكبر قلعه رياضيه في مصر. الشعارات في نادي الزمالك كبيره جدا، كبيره بشكل شعارات بس، مفيش حاجه تاني بتتعمل الا الشعارات. اكبر قلعه رياضيه في مصر، اكبر احسن نادي الاخلاق والمش عارف وايه، بس هو ده اللي بيتعمل. على ارض الواقع التنفيذ صفر. انت لسه خسران يعني هم كسبوا الجونه، خسران ماتش فيوتشر او مودرن سبورت
حاليا يعني 1-0 برضو. يعني الناس كانت عماله تضرب كف على كف. المفروض فيوتشر ده او مودرن سبورت ده اخر الدوري، جاي يعلم عليك وخد منك 3 بونت. كسبت الجونه وطلعت بلعيبتك السنه. بص مصطفى شلبي بيعمل ايه، بص فلان بيعمل ايه، بص علان بيعمل ايه. قابل بيراميدز 3-0 كده مع الرأفة. الزمالك ما شافش الجون الا ممكن مره مرتين طول الماتش. تيجي تدور انت بقى على اللعيبه اللي في ارضيه الملعب، تيجي تبص. انا عن نفسي انا اتفرجت على الماتش امبارح كويس جدا. زي ما بقول انا بتفرج على الماتشة دي عشان بحكم شغلي، عشان اقدر ان انا اطلع اتكلم وابقى عارف انا بقول ايه. الاقي كابتن زيزو مع كامل الاحترام ليه، انت عايز الفلوس دي كلها ليه؟ انت بتعمل ايه؟ يعني انا مش شايف لك حاجه في الملعب عشان تطلع بقلب وبصدر مفتوح تقول انا عايز المبلغ الفلاني. ما هو يا جماعه، ما هو طبيعي يعني. احنا حتى في اشغالنا عادي، لما انت بتطلب من صاحب الشغل او حاجه ترقيه او يعليك في البوزيشن اللي انت فيه او يعلي مرتبك بناء على شغلك، ده طبيعي. انما انا ببقى عمال الف بس حوالين الملعب كده وبتمشى كده في الملعب. ده في كوره ما بينه وما بين ابراهيم عادل، الجون بتاع مصطفى فتحي، راجع هو عشان ياخد الكوره. ابراهيم عادل عمل معاه يعني لقطه في نص الملعب وقام مكحوله على وشه، والكوره راحت لمصطفى فتحي بوش رجله جون. مصطفى فتحي طبعا لا يخفى على احد زملكاويته يعني. جه يحتفل طبعا، افتكر ان هو زملكاوي بيلعب قدام الزمالك، معلش وقف يعني. تمام. يعني هما الفكره كلها ان الكره للنادي الاهلي فقط. وهو بيراميدز ده معمول لينا يعني، معمول للنادي الاهلي. بيراميدز فكرته اصلا لما اتعمل من تركي آل شيخ معمول عشان يقف قدامنا. يعني انا هجيب كل النجوم عشان اوقفك انت كاهلي، وده مش هيحصل. ده مش هيحصل طول ما النادي الاهلي، مش هقول لك لعيبته، يعني لعيبته طبعا ماشي عليها عامل كبير، انما جماهير النادي الاهلي ضغط على اي حد، ضغط على اي حد. وطالما انت هتقف في وشي، لا انا هدوسك. فانا بس انا يعني الواحد طالع يتكلم بحرقه وبزعل وبضيقه عشان الفتره اللي احنا قضيناها من بعد ماتش الاهلي وبيراميدز. المفروض انا بلعب بيراميدز، المفروض الزمالك يطلع يتكلم ليه؟ مجلس اداره الزمالك يطلع بيان. هو اللي انا بشوفه من مجلس اداره الزمالك ان هو كويس جدا في البيانات. يعني البيانات عندهم واحد بيعرف يكتب بيانات كويس يعني. تمام. والكيبورد شغاله كويس، بيدنجل البيان ويبعته لاتحاد الكوره، يبعته للاعلام. هم ده اللي هم بيعملوه. انت مالك؟ انت طرف في الموضوع، انت مش طرف في الماتش. زي ما انت دلوقتي لو انت كزملكاوي بتتفرج عليا، انت ممكن تقول لي طب انت بتتكلم ليه؟ طب انت زعلان ليه دلوقتي؟ لا، ما هو انا جيت وانا بقول لك خليك في نفسك، ده ماتش اهلي وبيراميدز. طلعت انت قلت لي لا يا باشا، ازاي ماتش اهلي وبيراميدز؟ ده انا يا نهار ابيض اهلي وبيراميدز، ده انا طرف في ايه؟ ما افهمش. جاي ليه؟ ما اعرفش. بتعرف تتكلم بتاع ايه؟ ما تفهمش. وهجوم هجوم هجوم. يقول لك محمود البنا ده هو ده محمود البنا ذات نفسه يا جماعه. احنا كاهلي لينا سوابق معاه، او هو ليه معانا احنا سوابق نيله. دوري موجه لمين؟ ده انا متعادل، انا لاعب 10 متعادل 5، وانت لغايه دلوقتي مش عارف تطلع تبقى اول دوري. يا جدعان اتقوا الله في نفسكم. الاعب 10 مطوشه متعادل منهم 5. انت فين بقى كنادي الزمالك؟ يعني دوري موجه ايه؟ حول ولا قوه الا بالله. امال لو مش موجه بقى، موجه ازاي وانا لاعب 10 متعادل 5؟ يعني طب على الاقل يعني، طب العب 10 اكسب 8 واتعادل 2 اقول ماشي. فينك انت بقى كنادي الزمالك بعد ما انا اتعادلت 5 مطوشه بيانات؟ لا والله يطلعوا لنا بقى ايه الناس اللي بتطلع
تتكلم في التلفزيون دي، والله الواحد سبحان الله الحمد لله على نعمه الريموت، يعني والله بامانه الله يعني الواحد لما بيلاقي الاشكال دي بيقلب على طول. ما اقعدش احرق دم انا مع الناس دي، ويطلعوا بقى يشككوا في لعيبتك. اللعيب لما كان عندهم مثال بسيط جدا، اشرف بن شرقي لما كان في الزمالك كانوا حاطينه في باترينا كده وبيتصوروا معاه. خلاص اما جه الاهلي لا لا ده مستواه تعبان يا جدعان، انتوا جايبينه اما كبر. ده خلاص ده عندنا مصطفى شلبي لو لعب بمستواه نجم كبير في نادي الزمالك، نجم. احمد حسام ميدو راجل عالمي سافر بره زي علي ربيع كده قال لك انا دارس بره وجوه، نجم كلمته محسوبه الناس تسمعه. يطلع يقول لك ده مصطفى شلبي لو بمستواه يبقى احسن من بن شرقي، يعني بأمارة ايه؟ قول لي انت بأمارة ايه؟ يعني انا عن نفسي انا ما شفتلوش حاجه، ولا هو في ام بي ولا هو في الزمالك. انا ما شفتلوش حاجه، ما شفتلوش اماره ان يعمل حاجه، ولا هو في ام بي ولا هو في الزمالك. احسن من بن شرقي ازاي؟ احمد اشرف بن شرقي وهو عندكم كان يا سلام، اشرف بن قلبي يا. انما لما جه عندنا احنا بقى في النادي الاهلي لا يا جدعان، ده انتوا جايبينه بعد ما ده خلاص، ده هو يديكوا ايه؟ ده يديكوا ربع ساعه بس هو يعتزل بعد كده. ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ فين كلمه فين يعني اقول ايه بس؟ فين المصداقيه؟ الناس هتصدقك الكلام ده؟ ممكن بيشغل الشباب اللي طالع الصغيرين اللي هم مش حاسين، يعني مش عارفين قيمه النادي الاهلي ومش عارفين قيمه نادي الزمالك. شباب عندها حماس، فانت بتكسب جمهور وبتخسر قيم بتبنيها جواهم. انت بتطلعهم على غل وكره للنادي الاهلي ليه؟ ونرجع نقول المجلس الاعلى للاعلامي يقول لازم يا جماعه تحددوا المواضيع اللي تتكلموا فيها. والناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا واللي بتطلع في البرامج بالذات البرامج، يعني السوشيال ميديا خلاص يا جماعه كتاب مفتوح، واللي عايز يقول وانت عايز تصدق صدق، مش عايز براحتك. انما البرامج بتاعت التلفزيون دي المفروض مش اي حد يطلع فيها. حد صانع فتنه بلاش. هتطلع تتكلم عن النادي الاهلي باحترام اهلا وسهلا، هتطلع تتكلم عن نادي الزمالك باحترام اهلا وسهلا، ولا ليك في فنيات ولا ليك في بتاع. انما هجوم على النادي الاهلي او هجوم على نادي الزمالك ده المفروض يتمنع. احنا مش ناقصين. الشباب كله اللي طالع الصغير ده اللي ما يعرفش تاريخ نادي الزمالك وما يعرفش تاريخ النادي الاهلي هيصدق. انما في ناس عاقله، في ناس كبيره، في ناس متزنه نفسيا وعقليا، عارفين ان انتوا بتهروا في اي هاتش، ما بتدوروش على مشاكلكم. انتوا كل حاجه شماعات النادي الاهلي النادي الاهلي عمل، النادي الاهلي سوى، النادي الاهلي كان ليه ضربه جزاء مش صحيحه، اصل النادي الاهلي مش عارف ايه. لا اقفل بقى، اقفل انت، يعني نصيحه لوجه الله يمكن حالكم يتعدل. اقفل على نفسك، ادي ظهرك للنادي الاهلي كده وبص لملعبك انت، بص لفرقتك وشوف حالك. ممكن ترجعوا تنافسونا تاني. هي مش بالكلام، الموضوع مش كلام. الحمد لله الموضوع مش كلام. ما ينفعش اللي بيحصل ده. كمية الهجوم اللي حاصل على النادي الاهلي كتير. وفي ناس انا كراجل اهلاوي انا كنت بسمعهم، يعني في ناس زملكاويه كانت بتطلع زي ما بيقولوا لما كان ليهم برامج في التلفزيونات، كان بيطلع يتكلم كلام متزن وكلام عقلاني، فالواحد كان بيسمعه. اتغير 360 درجه من بعد ما مشي من القناه، بقى يطلع يهاجم. يعني في اعلامي شغال لغايه دلوقتي، الاعلامي ده على صفحته بهدله في النادي الاهلي، بهدله في النادي الاهلي. يجي بالليل في البرنامج بتاعه على التلفزيون راجل كيوت. ايه التناقض
العقليه اللي انتوا يا جماعه يا جماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. انا هرجع اقولها تاني، طول ما انتوا بالشكل ده، طول ما انتوا بالشكل ده، انا طبعا في من جماهير الزمالك اصدقاء ليا وناس محترمه جدا وعقلياتهم كبيره جدا، انما في ناس معينه بالذات الدايره اللي حوالين نادي الزمالك المقربين جدا من نادي الزمالك، اللي هم مع اي مجلس اداره بيتشالوا من هنا ويتحطوا هنا، بيتشالوا من هنا ويتحطوا هنا. الناس دي هي المفروض تتغير، هي المفروض تتغير. جماهير نادي الزمالك بتهاجم او بتحب كده كده، الجمهور ما بيكسبش حاجه يعني. الجمهور بيزعل بس وبيتضايق وبيحزن وبيتنكد وما بيكسبش ولا بيخسر. ممكن بس انت لما بتكسب نادي اهلي او نادي زمالك بتنيمه، يعني ايه، بتبقى الحاله المزاجيه كويسه يعني. انما غير كده الجمهور ما بيكسبش حاجه. انما الحاشيه اللي حوالين نادي الزمالك هي اللي مبهدله نادي الزمالك، هي اللي موقعاه. الحاشيه دي انا عن نفسي انا كبرت لقيتها، يعني انا 35 سنه انا كبرت لقيتها، ما بتتغيرش. مفيش يعني، ما عندكش فكره ان انت تشوف ناس عندها انتماء حقيقي لنادي الزمالك، عايزه مصلحه نادي الزمالك. لا، كلها مصالح، كلها مصالح، كلها عايزه يبقى ليها الترند على السوشيال ميديا بكلمه كده او كلمه كده، مع انها بتتقلب عليه في الاخر. يعني هم حاولوا ان هم ياخدوا الترند بعد ماتش الاهلي وبيراميدز في كذا موضوع هم اتكلموا فيه، اتقلبت عليهم. ما كملناش احنا ماتش الاهلي وبيراميدز كان امتى يا جماعه؟ يعني كان لسه من قيمه كام يوم، ما كملناش 3-0 من بيراميدز، وفضيحه تحكيميه في اول الماتش، وفضيحه تحكيميه في اول الماتش، وفاولات ملهاش 30 لازمه، وانذارات ملهاش لازمه لبيراميدز. ورغم من ده كله، وبيراميدز ما بيلعبكش، ناقصه كذا لعيب بالاساسي، تمام. ف احنا لما لعبناهم وحصل عندنا، تتفق او تختلف مع اللي حصل، اذا كان حاجه يعني اقول ايه، بس في ناس ممكن تشوفها ان طرد احمد توفيق ما كانش طرد، مع انه طرد مباشر. وحصل معانا احنا في ماتش الاهلي وبيراميدز في 2001 حاجه زي كده او 2002. لا معلش انا اسف، 2021 او 22. عمرو السولية اتطرد في نفس الكوره دي من محمود البنا، برضه طلع بايديه خد طرد ومن محمود البنا. في عمليه كره كبيره جدا وضغط على وان انت بتطلع اصلا شبابك واطفالك والجيل بتاعك بتاع نادي الزمالك كجمهور او لعيبه على الكره ده. ده شيء يخوف، ده شيء يخوف. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه المشكله؟ المشكله لما يبقى في قيمه كويسه اسمها النادي الاهلي ويبقى في قيمه كبيره اسمها نادي الزمالك. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ التنافس ما بيننا يبقى تنافس محترم هنا في مصر، بنلاقي نلعب بره احنا الاثنين ننور. ايه المشكله؟ لا احنا مش عايزين. انا مشكلتي مع النادي الاهلي، ازاي النادي الاهلي يجيب صفقات ده؟ يعني النادي الاهلي جايب 5 صفقات، يا نهار ابيض، وانا قاعد بعمل ايه هنا؟ مشكلتك انت بقى دور عليها وحلها، انت ما بتعملش كده كمجلس اداره وكمحيطين بنادي الزمالك. هي الفكره كلها ان انت عايز تبعد النادي الاهلي بالكلام، والنادي الاهلي عمره ما كان كده. قول زي ما انت عايز، قول الدوري موجه من هنا لبكره، انت مش هتعرف تاخده بره. انت بتسبب ضغط بكلمتك دي على لجنه التحكيم، فتنزل الحكم بقى متحمس فان انا مش هحسب للنادي الاهلي حاجه، فمش عارف ايه. ما فيش منه الكلام ده. ربنا كده كده ما بيضيعش حق حد، دي حاجه مفروغ منها. هي الفكره كلها ان انت شاغل بالك بيا، طول ما انت شاغل بالك بيا مش هتنجح، مش هتشوف لها بطوله. خلاص، ما انت كل تفكيرك معايا، كل تفكيرك معايا. ما فكرش ازاي اعمل استثمارات للنادي اجيب منها فلوس، اجيب لعيبه. ما فكرش ازاي ان انا اجدد عقود اللعيبه اللي عندي، بدل ما انا عمال ادي اللعيبه فيلل واديهم شقق وعربيات بدل ما اديهم سيوله. مفيش
مفيش، انا مشكلتي في النادي الاهلي يا جماعه. فطبعا هزيمه قاسيه، قاسيه جدا 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 لنادي الزمالك امبارح، قاسيه يعني قطمت ظهرهم امبارح. وهجوم شديد بقى من الجماهير على مجلس الاداره، على حسين لبيب، على فلان، على علان. هجوم يعني بشتيمه وبالفاظ الواحد ينقى لسانه ان هو يتكلم فيها يعني. وهجوم طبعا على زيزو، امشي يا زيزو امشي امشي، فاهم؟ فواحد او مجموعه بيقولوا له امشي، فقال لهم بعد الماتش، عمل لهم كده، عمل لهم بعد الماتش انا همشي، امشي روح الاهلي، بيقول لهم بعد الماتش. يعني كمان انت مش متقبل يعني اقول ايه، بس انت كلاعب انت كسبان، انت خسران، خسرت كسبت تعادلت، انت بتاخد فلوسك كامله، ما خدتهاش بتطلع تشتكي وبتاخدهم. انت مش متقبل الناس اللي دافعه فلوس عشان تيجي تشجعك وتوقفك على رجلك، الناس اللي ما بتاخدش حاجه منك حتى لو طريقه الانتقاد وحشه. يعني واحد خلاص، انت ترد ليه؟ انت ترد ليه؟ رد في الملعب، انت ما بتردش في الملعب، انت بترد عليه هو، فخلاص انت كده بره الملعب، مع السلامه. فبالتالي بعد ما انت رديت عليه وقابل شتيمه كتير جدا، يعني زيزو اتشتم طبعا، الامر ده مرفوض واتكلمنا فيه كتير، ان يعني خلوا العيله وخلوا الاهل وخلوا الكلام ده بعيد يا جماعه، يعني بلاش الشتيمه بس. ده الجمهور ليه، كل واحد ليه عقليه مختلفه، انت ما بتكلمش واحد من ثقافتك، لا، كل واحد ليه ثقافه وليه عقليه، ده هيفهمك، ده هيقدرك، ده عقليته عقليه مش الطفل. فانت رديت، طالما انت رديت حصل كميه شتيمه من المدرجات على زيزو بافظع الالفاظ يعني. ده شيء مرفوض، ده شيء مرفوض بتاتا، يعني ما ملناش ان احنا نأيد شيء زي ده، عمرنا ما نأيد شيء زي ده، ده شيء مرفوض جدا. يعني حتى لو انت كجمهور زعلان ما يوصلش بيك انت تشتمه بابوه وامه، ده شيء مرفوض. وانت كلاعب لازم تستحمل. قلنا الكلام ده ساعة الشناوي لما حصل هجوم على كهربا والشناوي اتدخل وقف في وش الجمهور، فالجمهور زم عليه. انت كلاعب في الخسارة خد بعضك وامشي. انا عن نفسي في جيل محمد ابو تريكه وجيل بركات وعماد متعب والناس دي، الناس دي طبعا كانوا بينيموا افريقيا من المغرب كنادي اهلي دوري ابطال او كمنتخب كاس افريقيا، خلاص يعني مفيش خلاف عليهم الناس دي. يوم ما بيحصل منهم ان هم خسروا، عملوا سووا تعادلوا، بيقفل بقه ويجري على جوه. انما انا اخش في جدال مع الجمهور استحمل. الجمهور عقليات مختلفه، محدش، انت ما بتكلمش واحد، انت بتكلم 500,000 بق. والجمهور على حق، دي ناس جايه دفعه من جيبها وقطع من قوتها وقوت عيالها عشان تيجي تشجعك. الناس دي مش مستفاده حاجه، مش بعد ما انت بتكسب بتطلع من الملايين اللي انت بتاخدها وتديهم وهم مروحين كده يجيبوا بقى ايه، طب لا خد يا حبيبي تمن التذكره اللي انت جيت شجعتني بيها وهات حاجه حلوه لعيالك. ما بتعملش كده، انتوا بتكنزوا فلوس بس. الناس دي الجمهور ده اللي بيتحرق دمه، الجمهور اللي بيتحرق دمه. فيعني اتقوا الله، اتقوا الله في نادي الزمالك. نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره في مصر والوطن العربي وافريقيا. اتقوا الله في نادي الزمالك، اعملوا حاجه لنادي الزمالك، ما تقعدوش تتفرجوا عليه، كلها مصالح، كلها لما بتقعد على الكرسي بتتلون، كلها مصالح بس. محدش لغايه دلوقتي قدم ايده بجد لمساعده نادي الزمالك، اذا كان فنيا ولا ماديا ولا معنويا ولا اي حاجه خالص. سيبوكوا شويه من الهجوم على النادي الاهلي، فكروا في نفسكوا شويه، هتلاقي حالكوا هيتقدم. طول ما انت بتفكر في النادي الاهلي مش هيقوم لك قومه. طول ما انت بتعلق الشماعات من خساره لخساره لفضيحه، الشماعات ان النادي الاهلي هو السبب، مش هيقوم لك قومه، مش هتشوف بطوله. دي رسالتي لجمهور الزمالك، اضغطوا على الناس دي، خليها تبعد عن السوشيال ميديا وخليها تبعد عن القنوات.
الناس دي اللي مبوظه ناديكوا، الناس اللي حوالين مجلس الاداره واللي دايما بيطلعوا يضللوكوا. ورسالتي في ناس كتير جدا من جماهير نادي الزمالك، ناس محترمه وناس عقلياتها كبيره جدا وفاهمه اللي انا بقوله كويس، وهم بيقولوا كده. يعني انا كلامي ده انا سمعته كتير جدا من نادي، من ناس محبين لنادي الزمالك، عارفين قيمه نادي الزمالك. رساله قويه جدا للجمهور، حاولوا وابعدوا وما تسمعوش الناس اللي بتحاول تشعل الدنيا، اللي بتحاول تعمل فتنه، اللي بتحاول تغطي على الكوارث اللي في نادي الزمالك بالشماعه اللي بتلبسها للنادي الاهلي. هو مشكله نادي الزمالك النادي الاهلي، انما هو لو لف كده بس وركز في ملعبه هيبقى احسن من كده. انما طول ما انت بتعلق شماعتك على النادي الاهلي مش هتشوف دوري ولا هتشوف كاس ولا هتشوف افريقيا، ومش هيقوم لك قومه. يا جماعه جماهير نادي الزمالك تحاول تبعد عن المتلونين. لما واحد يطلع امبارح ابراهيم فايق بيقول له انت ايه رايك في هزيمه نادي بيراميدز، هزيمتكم قدام نادي بيراميدز؟ قال لك في بيتها، واسمه زملكاوي، قال لك في بيتها. طب خلاص، انت بتدور على ايه وباصص لايه وعايز ايه؟ ما واحد يطلع، ده واحد متلون، ده انت هتدفع كام يا باشا؟ انا معاك. بتقول له انت رايك ايه في هزيمه نادي الزمالك؟ هو زملكاوي وبيطلع يبين لنا عروقه قوي وهو بيتكلم ومن حرقته على نادي الزمالك، وتلاقيه ايه رايك في هزيمه نادي الزمالك امبارح؟ يقول لك في بيتها. في بيتها؟ يخرب بيتها يا شيخ. في بيتها ازاي يعني؟ مش فاهم يعني ايه في بيتها؟ يعني يقول لك هي تقيله شويه بس في بيتها. هي ايه اللي تقيله؟ يعني الواحد مش عايز يقول الفاظ يعني هي ايه اللي تقيله؟ هي تقيله بس شويه بس في بيتها. في بيتها. طب ماشي يا عم، طول ما انتوا بتسمعوا الناس دي ومجلس الاداره فرحان بالكلام ده مش هتشوفوا ولا اي حاجه. مش هتشوفوها تاني، مش هتشوفوها تاني. استنونا في الفيديو اللي جاي في قناه كورتنا. متنسوش اللايك، متنساش الاشتراك، متنساش مشاركه البث عشان يوصل لك كل جديد بالنسبه لنا. السلام عليكم.